أيوه، هو ده الوقت المناسب اللي نعمل فيه الhot chocolate والhot vanilla. الhot chocolate ده يا جماعة والله أحلى من الكافيهات، والhot vanilla ده بقى اختراع من اختراعاتي كده، جرّبته طلع يجنن ويدفّي كده وفظيع، وكمان اللي مش بيحب الشوكولا هيعجبه جدًا. يالّا بينا نعمل الوصفتين. للhot chocolate هنحط معلقتين كبار كاكاو خام أو كاكاو بسكر اللي أنتم عايزينه، ودلوقتي هاحط نُص معلقة كبيرة نشا، ومعلقة كبيرة من أي spread شوكولا أنتم بتحبوه. أنا استخدمت spread بالشوكولا بس بسكر ستيفيا، فعشان كده ما حطيتش سكر، طبعًا ما يكونش مقاطعة، وحطيت الشوكولا كده بُصّوا بقى كلّها شوكولا في شوكولا. عايزة أقول لكم يا جماعة والله أحلى من مليون كافيه، وكمان كوباية حليب، ده المقادير لكوباية hot chocolate، ونقلّبهم كلّهم الأول على البارد. عايزة أدوّب النشا والكاكاو كلّه على البارد في الحليب، وبعد ما أدوّبهم كويس أوي أحطّهم على النار وأفضل إيدي فيه لحد لمّا يتقل معايا شوية. مش لازم يتقل، إحنا مش بنعمل مهلبية يعني، مش لازم يتقل معايا أوي، تقل معايا بالشكل ده خلاص كده تمام، ومش لازم يغلي بس يسخن معايا بالشكل ده تمام. وهنحط بقى في الكوباية بتاعتنا الحلوة، وده أحلى hot chocolate هتشربوه كده ينزل على القلب يدفيه على طول. يالّا بينا بقى نعمل الhot vanilla. هنحط كمان كوباية حليب للhot vanilla تمام، على البارد برضه، وهنحط كمان معلقة أو غطا كده. أنا دايمًا باعمل بالغطا، لو عندكم اللي هي الفانيلا السايلة دي باحط غطا منها أو كيس فانيلا powder تمام، وبعد كده هاحط عليهم نُص معلقة كبيرة برضه نشا تمام كده. ودي بهارات حبيت أحطها زيادة، ممكن تعملوه بس بالفانيلا، دي بقى رشة من القرنفل، رشة من القرفة، رشة من الجنزبيل، رشة كمان من جوزة الطيب وكله اللي هي pumpkin spices، ونقلبهم كلّهم مع بعض. طعم الشتا فيها يا جماعة فظيعة، لازم تجربوا بالspices كده. لو مش بتحبوا التوابل دي أو البهار حطّوا بس الفانيلا تمام. نقلّبهم كلّهم كويس أوي مع بعض لحد ما يتقل برضه شوية بسيطة معايا وينزل. عايزة أقول لكم فيه شبه من السحلب بس مش سحلب، يعني طعمه كده لذيذ جدًا. دلوقتي بقى هاعمل الكريمة اللي هازيّن بيها. ممكن تضربوا كريمة جاهزة على طول أو تحطّوا نُص كوباية حليب عليها كيسين كريم شانتيه باودر، ونقلّبهم الأول عشان ما تطرطش كده. خدوا بالكم من اللقطة دي عشان ما تطرطش عليكم، وبعد كده تفتحوا وتضربوا كويس أوي لمدة دقيقتين كده لحد لمّا يتقل معايا بالشكل ده. وزي ما قُلت لكم ممكن تجيبوا كريمة خفق عادي اللي هي بتاعة الحلو وتضربوها برضه، اللي أنتم عايزينه، بس دي طبعًا أوفر وأرخص بكتير من الكريمة التانية. هنزين بالكريمة، وطبعًا دي لقطة اختياري جدًا، مش لازم تشربوه بالكريمة خالص زي ما تحبوا، وبس كده. ممكن تحطوا بقى sprinkles. أنا حطيت رشة قرفة مع الhot vanilla، وكمان حطيت رشة قرفة مع الhot chocolate. أنا باحب touch القرفة مع الhot chocolate أوي، ممكن كمان تحطوا من جواه قرفة، رشة قرفة. الاتنين بجد أحلى من بعض، أحلى مشروبين هتشربوهم في الشتا ده هيدفّوكوا. وما تنسوش تتابعوني أنا وشُحل ووصفات كتيرة حلوة.